اسمي نهاد، والحكاية دي بتبدأ من زمان مع ابن عمي نادر. نادر كان مخطوب لبنوتة جميلة، لكن خطيبته سيبته لأنه ظروفه المادية كانت صعبة. مش قصدي إنه كان فقير بالمعنى الحرفي، لكنه كان بيكافح ولسه ما قدرش يوفر اللي هي كانت حلمها فيه. جوز نفسه إنه يرضيها، لكنها كانت كل مرة ترده بقسوة وتقفل الباب في وشه من غير رحمة. نادر اتدمر من جوه، كان بيحاول كتير يثبت إنه أحسن، لكن كل محاولة تفشل. كان بيحس إنه بيغرق أكتر. المشكلة إنه ما كانش مجرد حزين، لأ، الحزن حوله لفراغ كبير، الفراغ اللي مليانة بالندم والعجز والغضب. بدأ يشرب خمرة كتير ويروح أماكن مش كويسة، ويتعرف على بنات مش من المستوى اللي كان عايش فيه قبل كده. كل يوم كان بيظهر مع بنت جديدة ويمضي الليلة معاها، ويصرف فلوس كتير عشان يحس إنه لسه ليه قيمة. في خلال سنة، نادر اتحول من أحلى شاب في العيلة لشخص الكل بيخاف منه. شكله اتغير، عيونه بقت فارغة، وحتى طريقة كلامه بقت غريبة. مامته وباباه كانوا مش عارفين يعملوا إيه. جربوا معاه دكاترة نفسيين، جربوا يسافروا بيه، لكن كل حاجة فشلت. في الآخر، الدكتور قال لوالدته الطريقة الوحيدة إنه يرجع طبيعي هي الجواز. محتاج بنت حلال تحبه وترجع له ثقته في نفسه. في يوم، بابا نادر وأمه جم عندنا في البيت. جلسوا مع أبي وأمي وقعدوا يحكوا كل حاجة. وفجأة من غير مقدمات، عمي قال لأبي: عايزين نهاد عشان نادر. أنا عارف إن نادر بقى وحش ومحدش هيرضى بيه، لكن بنتك أمانة في رقبتك، ساعدني، لأن ابني بيموت قدام عينيا. أبي رفض بأدب وقال: نهاد لسه عندها 16 سنة، ومستقبل نادر مش مضمون، ما يقدرش يصرف على نفسه وحياته كلها فوضى. أنا بحبك يا أخويا، لكن مش هأودي بنتي في داهية. عمي ومراته مشوا وهم زعلانين، وسمعت مراته بعدين بتزعق في نادر: حتى بنت عمك رفضتك، انت بقت مرفوض من الدنيا كلها، يا ريتك تموت وتريحنا. نادر انهار من الكلام ده. من اليوم ده كل ما يشوفني كان يبصلي بنظرة كراهية واشمئزاز، وكأنه شايل في قلبي حاجة، مع إني ما رفضتوش، بابا هو اللي رفض. كنت بترعب من نظراته ومش عارفة أعمل إيه. وفي يوم كل حاجة اتغيرت للأبد. هوك، كنت داخلة بيت أختي بالليل في الحارة الضلمة، وفجأة حسيت بمنديل مبلول على وشي، وساعتها فقدت الوعي. صحيت لقيت نفسي في مكان تاني خالص، وإيدي ورجلي مربوطين، والباب اتفتح ودخل عليا نادر. فتحت عينيا ببطء وحسيت براسي تقيل قوي، كأني داخلة في غيبوبة. كنت نايمة على سرير قديم ومتسخ، ريحة المكان مقرفة، ومفيش أي ضوء غير ضوء خافت جاي من شباك صغير قوي. حاولت أتحرك، لكن إيدي ورجلي كانوا مربوطين بحبال غليظة. قلبي اتقطع من الرعب. فين أنا؟ مين جابني هنا؟ فجأة سمعت صوت خطوات تقرب واتفتح الباب. كان نادر داخل عليا. نظرته كانت وحشة، عينيه زي ما هما دايما بقوا فاضية وشرسة في نفس الوقت. بصلي وقال بصوت رخيم لكن بايخ: أخيراً يا سارة، أخيراً وقعتي في إيدي. استغربت، قلت له: سارة مين؟ يا نادر، أنا نهاد، بنت عمك، أنا نهاد. ضحك ضحكة هستيرية وقال: ما تحاوليش تكدبي عليا يا سارة، انتي اللي سبتيني عشان الفلوس، اللي رفضتيني عشان ما عنديش عربية ولا شقة فخمة. دلوقتي بقى هتشوفي اللي يخليكي تندمي على اليوم اللي خسرتيني فيه. حاولت أقنعه: أنا مش سارة يا نادر، والله مش سارة، أنا نهاد. بابا هو اللي رفض عشان عمري صغير، أنا ماليش دعوة بحاجة. لكنه ما كانش بيسمع، كان شارب حاجة أو متعاطي حاجة خلت عقله مش في مكانه. قرب مني وبدأ يصرخ، مرة يضحك ومرة يعيط ومرة يقبض على دراعي بقوة، لدرجة إني أحسيت العظم هيكسر. كنت بحاول أحمي نفسي، أعضه لو قرب مني قوي، لكنه كان أقوى مني بكتير. طلع من جابه سكين وحطه على رقبتي وقال: لو اتجرأتي تلمسيني غلط هدبحك هنا ومحدش هيلاقيكي. ساعتها استسلمت، خلاص أنا مش هقدر أهرب. وهو فعلا اعتدى عليا. مش عايزة أدخل في تفاصيل، لكنه كسرني من جوه قبل ما يكسر أي حاجة في جسمي. بعد ما خلص لبس هدومه وجاب لي أكل ومية، قال لي: كلي عشان تعيشي، لو مش عايزة تاكلي هموتك جوع.
وبلاش تصوتي لأن محدش حواليكي غير حيوانات الصحراء اللي بتاكل اللحم الحي. مكاني كان بيت مهجور في نص الصحراء، مفيش أي حد حواليا غير ناس زيه، مدمنين أو تجار مخدرات. كل يوم كان يجي يضربني، يعتدي عليا ويخليني آكل غصب عني. 20 يوم كاملة. جسمي نزل، شعري بقى يقع، ووشي بقى أصفر. ما كنتش عارفة أنا في أي يوم ولا في أي ساعة. كنت حاسة إني ميتة وأنا عايشة. حاولت أهرب مرة أو مرتين، لكن كان فيه كلاب حراسة وناس مسلحة حوالين البيت. لو هربت كنت هموت قبل ما أوصل لأي طريق. وكل يوم كان نادر بيقولي: دي عقوبتك يا سارة، عقوبتك إنك رفضتيني. ري هوك. وفي اليوم 20 سمعت فجأة أصواتاً خارج البيت، مش أصوات حيوانات، لأ، أصوات دوي وجع وصراخ. حد جه، هل هو الشرطة ولا ناس تانية أسوأ؟ حسيت بنبض قلبي بيسرع، والموت بقى قدام عينيا في صورتين. الباب اتكسر فجأة، ودخل علينا رجال باللباس المدني معاهم كلاب بوليسية. نادر حاول يهرب من الشباك، لكنهم أمسكوه على طول. واحد من الضباط حضني وطبطب عليا وقال لي: انتي بأمان دلوقتي يا حبيبتي، احنا هنا عشانك. ما كنتش مصدقة، حسيت إني بحلم. طلع حد من الجيران شك في نادر وبلغ البوليس. الضابط اللي كان متابع القضية حط عليه مراقبة، ولما شافه خارج من الصحراء كل يوم بنفس الطريق عارف إن في حاجة غلط. وراه لغاية ما وصل للبيت المهجور. وجدني هناك. لما بابا شافني في المستشفى انهار. ما كانش عايز يصدق إن البنت الصغيرة اللي كان بيحميها بقت كده. جسمي كله كدمات، وعظمي في أماكن متكسرة، وكنت بوزن أقل من 40 كيلو. أخويا الكبير عيط زي الطفل. ماما فضلت جنبي يومين من غير ما تنام. نادر اتسجن واتحكم عليه ب15 سنة. لكن القصة ما خلصتش بسهولة. عمي ومراته جم البيت كل يوم يتوسلوا لأبي يتنازل عن القضية. مرة قالوا: ابننا ندمان، ومرة قالوا: هو مريض نفسي، وفي الآخر قالوا: خلوه يتجوز نهاد ويعوضها وننسى كل حاجة. رفعت راسي وقلت قدام الجميع: لو هموت مش هتجوز نادر، ده مش إنسان، ده وحش. الحمد لله، أبي رفض برضه وحكم عليه بالسجن. لكن أنا مرجعتش زي ما كنت. حتى بعد ما رجعت البيت حياتي بقت جحيم. مش عارفة أنام، مش عارفة آكل مع أهلي. كنت بشوف نظرات الشفقة من قرايبي، وبسمع همسات ورا ظهري: مسكينة اللي حصلها ده، آخرها إيه؟ مين هيتجوزها دلوقتي؟ سحبت نفسي من المدرسة. كنت كل يوم قافلة على نفسي في أوضتي. شعري بدأ يقع تاني من الحزن، ووشي رجع لونه أصفر من كتر ما بطلت آكل كويس. صحابي القريبين بعدوا عني، مش عشان هم وحشين، لكن أمهاتهم قالوا لهم: بلاش تقربوا من نهاد عشان سمعتها وحشة دلوقتي. لحد أقرب واحدة ليا، رنا، بقت تزورني مرة في الشهر. اللي حصل لي بقى سمعة، وكأني أنا اللي غلطت، وكأني أنا اللي اخترت أكون ضحية. كنت بحس بالذنب وأنا ماليش ذنب. كنت بحس إني عار وأنا ما عملتش حاجة. لسنين كنت قاعدة في البيت. إخواتي اتجوزوا وخلفوا، إصحابي اتخرجوا من الجامعة وتوظفوا، وأنا لسه قاعدة مع ماما وبابا بشوف الفرح من بعيد. بابا كان كل يوم بيصلي الفجر ويدعي: يا رب تعوضها خير، يا رب تفرح قلبها. لكن أنا ما كنتش مصدقة إن في حد ممكن يشوفني تاني. وفي يوم وبعد 9 سنين من العزلة رن جرس البيت. ماما راحت فتحت وسمعت صوت مش غريب عليا، لكني ما صدقتش نفسي. كان فاروق، ابن خالي اللي سافر برا مصر من 10 سنين، وهو واقف على الباب وحضن ماما ودخل. بصلي وقال: نهاد، انتي لسه زي الفل. وساعتها حسيت بحاجة مش عارفة أوصفها. فرح، خوف، ولا أمل جديد. فاروق ابن خالي، لكنه كان دايماً قريب مني أكتر من أي حد في العيلة. كنا أصحاب زمان قبل ما يسافر يشتغل برا. ساب مصر وأنا عندي 14 سنة، وكان وعده إنه يرجع بعد سنتين. لكن الظروف اختلفت، اتأخر واتأخر، ولما رجع لقاني بقيت بنت كبيرة 25 سنة، وجسمي كله جروح من جوه. قعد جنبي على الكنبة وجاب لي شوكولاتة كانت زمان بحبها، وقال لي: سمعت كل اللي حصل يا نهاد. ماما حكت لي عن نادر وعن كل حاجة.
أنا آسف إني ما كنتش موجود. دمعي نزل من غير ما أحس، مش من الحزن، لأ، من الصدمة. أول مرة حد يقول لي آسف من غير ما يحسسني إني ضعيفة. فاروق ما كانش بيبصلي بنظرة شفقة، كان بيبصلي بنظرة حب ووود، زي زمان بالضبط. قعدت معاه ساعتين نحكي. هو حكالي إنه اشتغل برا وجمع فلوس وفتح شركة صغيرة، لكنه اضطر يتجوز واحدة أجنبية عشان ياخد إقامة. ما كانش بيحبها، وكانت الصفقة واضحة، جواز مصلحة. لكن ربنا رزقه منها بتؤام، ولد وبنت، حبهم جدا. لكن فجأة اكتشف إنهم مش ولاده. مراته كانت خيانة مع واحد صاحبه من سنين، وسجلت العيال على اسمه. لما عرف الحقيقة انهار، ساب كل حاجة ورجع مصر. قال لي: رجعت بلاش حاجة يا نهاد، رجعت عشان أبدأ من جديد. سكت شوية وبصلي بعينين مختلفتين خالص، وقال الجملة اللي غيرت حياتي: أنا عايزة أتجوزك. ضحكت من التوتر، قلت له: بتسخر مني؟ أنا بعد اللي حصل لي مين هيتجوزني يا فاروق؟ قال بجدية: أنا مش بتجوز الماضي، أنا بتجوز انتي قلبها طيب وبتفهميني وبتسمعيني، ودي حاجات ملهاش علاقة باللي حصل من سنين. ده نصيب، ونصيبنا إن احنا نكون مع بعض. حسيت إني بعيش في فيلم. قمت رحت لأمي وأبي، حكيت لهم. أمي عيطت من الفرحة، أبي حضني وقال: لو ده اللي يريح بالك أنا موافق، فاروق ابن حلال، وربنا يكتب لك الخير. فتحت الكتاب، اتقرت في نفس اليوم. بعد شهر اتجوزنا. الفرح كان كبير، لكن الأجمل كان نظرته ليا وأنا داخلة القاعة. كان بيبصلي كأني ملكة، مش ضحية، ملكة. ريهوك. الفرح خلص ودخلنا الشقة الجديدة، وفاروق قفل البيت وقال لي كلمة مش هنسيها: أنا مش هسألك عن الماضي أبداً، اللي يخصني هو أنتي النهاردة وبس. وقتها حسيت إن أنا أخيراً بأمان. لكن هل الأمان ده حقيقي ولا في مفاجآت تانية مستنياني؟ بعد الجواز بشهر اكتشفت إن فاروق مش بس حنين وكريم، لكنه فعلاً راجل مختلف عن كل اللي شفتهم في حياتي. ما كانش بيسأل أبداً عن تفاصيل اللي حصل مع نادر، ما كانش بيبصلي بحساسية زايدة. كان بيتعامل معايا إن أنا واحدة عادية زي أي ست عندها ماضي، لكن الماضي ده ملوش دعوة بحاضرنا. دي كانت أعظم هدية في حياتي. فاروق علمني حاجة مهمة جدا: الضحية مش عيب، العيب إنك تفضلي ضحية طول عمرك. بدأت أخرج معاه، نروح السينما، نتمشى في الأماكن العامة، نشوف قرايبنا. في الأول كنت خايفة، كنت متوهمة إن كل الناس بتتفرج عليا وتقول دي اللي حصلها كذا وكذا. لكن فاروق كان يمسك إيدي ويقول لي: ما تخافيش، انتي أحسن منهم كلهم، انتي طاهرة ونقية ومحدش له عندك حاجة. ومع الوقت بدأت أصدق الكلام ده. رجعت أكمل تعليمي من خلال دراسة منزلية. بدأت أهتم بنفسي، بشعري، ببشرتي. خدت كورسات تطوير ذات، وقرأت كتب كتير عن الثقة بالنفس. فاروق دعمي في كل خطوة، كان بيقول لي: أنا ما اتجوزش ست جميلة بس، أنا متجوز ست قوية. بعد سنة بالظبط حملت. لما قلت له الخبر قعد يعيط من الفرحة، وقال لي: أخيراً هخلف، أخيراً هبقى أب. وفعلاً ربنا رزقني بتوأم، ولد وبنت، سموهم نور وجنة. فاروق كان بيقعد بالساعات يلعب معاهم، يغني لهم، يحكي لهم قصص. كنت بقف على الباب واتفرج عليهم، وقلبي بينفطر من الفرحة. أنا اللي كنت متوقعة إني هفضل وحيدة طول عمري، بقيت أم وعندي أسرة كاملة. لكن الحياة مش وردية طول الوقت. في يوم وأنا حامل في طفلي الثالث جالي خبر صادم: نادر خرج من السجن بدري بسبب الإفراج الصحي. رجع البيت جنبنا بالظبط، ومراته اللي كانت نسيها سابته بعد أسبوع واحد. قالوا عليا إنه رجع أسوأ من الأول، وبيشرب وبيتعاطى تاني. الرعب رجعلي، كنت برعش لمجرد إني أسمع اسمه. وفاروق لاحظ ده. ريهوك. فاروق سألني: انتي خايفة منه؟ قلت له: أنا خايفة على عيالي. فاروق لبس جاكيته وقال: خلاص أنا هروح أقابله النهاردة لوحدي، وما تقلقيش أنا مش هعمل حاجة غلط، بس هو لازم يعرف إنه ملهوش مكان في حياتنا تاني. وقعد يطلع. يا ترى هيعمل إيه؟ وهل نادر هيسيبنا في حالنا ولا لأ؟ فاروق راح عند بيت نادر ودق الباب. هو مش راجل عنيف، لكنه مش جبان. نادر فتح له، وكان شكله تعبان وهدومه متوسخة
وعيونه محمرة. فاروق بصله في عينيه وقال: أنا جاي أقولك حاجة واحدة بس، نهاد مراتي دلوقتي وأم عيالي. اللي حصل زمان ربنا يسامحك فيه، لكن لو قربت منها أو من عيالي مش هسيبك في الدنيا. مش هضربك ولا هأذيك، لكن هخلي القانون يخنقك. عايز تفهم كده؟ نادر ضحك ضحكة باردة وقال: أنا مش عايزها هي ولا أي حاجة ليها، خليها في حالها، أنا كده كده رايح في داهية. فاروق رجع وقال لي اللي حصل. حسيت براحة مش طبيعية، مش لأنه هدد نادر، لكن لأنه وقف جنبي. أول مرة في حياتي أحس إن في حد بيحميني من غير ما يحسسني إني ضعيفة. بعد 3 سنين من الجواز رزقنا الله بطفلنا الثالث يحيى. الحياة بقت طبيعية، لا رعب لا عار لا حزن. نادر مات بعدها ب2 سنين بسبب جرعة زائدة. معرفش أحزن ولا أرتاح، لكني دعيت له بالرحمة وسبكت كل حاجة ورايا. قصتي مش نادرة، في بنات كتير بتتعرض لظروف صعبة وبتلاقي نفسها لوحدها. لكن لو في حاجة اتعلمتها هي إن الألم مش نهاية الطريق. الألم ممكن يكون بداية لطريق جديد، طريق أقوى وأحلى وأعمق. أنا دلوقتي عندي 35 سنة وعندي 3 عيال، وجوز بيحبني بجد وبيتعامل معايا كأني ملاك من السماء. مش عشان أنا كاملة، لكن عشان هو شايف فيا حاجة أنا نفسي ما شفتش فيا من زمان: القيمة. نصيحتي لكل بنت تقرأ كلامي: ما تخليش حد يحسسك إنك أقل، ما تخليش الماضي يسرق منك النهاردة. ولو ربنا أخر لك الجواز أو الفرحة فده مش عقاب، ده عشان يكون في الوقت المناسب مع الشخص المناسب. ربنا ما ضيعنيش ولا حيضيعكي.